السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة النهاردة وصفة للجلاش بس جميلة بحشوة مميزة جدا. رولات كده عملت نص كيلو، عمل الكمية الكتيرة الجميلة اللي قدامكم ديت، بتغيير بقى في شكل الجلاش أو في صينية الجلاش أو الصوابع أيا كان. دي حاجة جديدة كده وحاجة جميلة، اعتمديه بقى رمضان إن شاء الله، عشان احنا دايما بنحب التميز ونحب التجديد ونحب نعمل الحاجة بشكل مختلف. خليكم معايا في الوصفة الجميلة دي. سواء بقى حطيتي عليها جنشتيها من فوق كده بسوداني يا جماعة، مش لازم فستق والحاجات ديت، او اي حاجة برضو شكلها جميل كده او كده شكلها رائع. انا عندي هنا شوية بقى كنافة كده فايضين، مرة كنت بعمل رولات وبعمل صوابع، فكانوا دول فايضين فسبتهم في الفريزر وبيطلعوا، بصي بايديكي بتعمليهم على طول، مش لازم كبة ولا اي حاجة خالص. بعد ما خلصتهم حطيت عليهم معلقة سمنة اهي. سمنة بلدي، أي سمنة عندك، بس يفضل لو هي بلدي أو ديت كانت بقري، بتبقى جميلة جدا برضو في الحلويات. هرفعها على النار وهديها تشويحة كده، بتبقى لسه صفرة يعني ما تبقاش غامقة ولا أي حاجة. وحطيت بقى شوية سوداني مجروش، بس أنا هنا كنت ضرباه في الكبة فكان في كذا واحدة صحيحة، فرجعت ضربته تاني علشان أنا عاوزاه يكون مفروم فرم خشن، مش شرط ناعم قوي بس يكون خشن. ودي الحشوة المميزة الجميلة بتاعتي، هتطلع معلقة سكر بودرة كده في الآخر، وخلاص كده تمام قوي معايا الحشوة كده. صينية بقى وهديها دهنة سمنة كده على ما اعمل الجلاش عشان نرصها فيها على طول. عندي نص كيلو جلاش يا جماعة، من عندي بتاع الكنافة والجلاش اللي هو السايب دوت، مش اي ماركة ولا اي اسم ولا اي حاجة. معلش الفيديوهات اللي بتقول لازم نجيب نوع جلاش حلو والدوت اسمه ايه وكده، لا مفيش الكلام ده. دي الحشوة عندي اهي بعد ما خلصت، وعندي طبعا سمنة مسيحاها، ما يعني ما تكونش فترة ولا دافية ولا اي حاجة، سمنة عادية خالص بدرجة حرارة المطبخ. هنا عندي بقى الجلاش انا بفرده طبعا، بحطه، خلي بالك اشتغلي على طول عشان ما ينشفش، وان شاء الله مش هينشف منك طول ما انتي بتشتغلي على طول، مش لازم احط فوطه واقفله واعمله، لا. هنا خدت اتنين مع بعض، يعني خدت ورقتين مع بعض، مش ورقه واحده، ممكن تعمليها ورقه واحده عادي، بس انا شايفه ان الورقتين بتبقى حلوه قوي. ورقتين واحط عليهم رشه سمنه كده من فوق عشان يكون خفيف، وبحط حبه من الحشو، وبعدين هاخد ورقتين تانيين واحطهم عليهم، وهعمل نفس اكرر تاني. هروح حاطه برضو رشه اللي هي السمنه دي، انا برش بالفرشه، مش بحط كتير بقى واقعد يعني احط كميه كبيره هيبقى تقيل قوي. الرشه دي خفيفه وحلوه جدا، وبتحمره وبيبقى مورق وفي منتهى الجمال زي ما شفتوه في اول فيديو كده. بعد ما حطيت اللي هم الورقتين التانيين، هحط برضو رشه من الحشو بتاعتي اللي هي الكنافه مع السوداني، علشان ان انا الحشوة ما خلاش في مكان واحد، يعني تبقى كده يعني متغلغلة فيها كلها. هنا كمان حطيت اتنين، يبقى انا كده عملت ستة، ودول كانوا ربع جلاش، يعني هما دول نص الجلاش اللي موجود عندي، اللي هو النص كيلو، يعتبر الربع كيلو ستة، وباقي ست ورقات هعملهم في رولات تانية. هنا الحشوة بقى هحطها برضو اخر طبقة، وبعدين هنشوف اللفة هتبقى عاملة ازاي. هنا بس كان في ورقة كده مقطوعة، فأنا ما حبيتش إن أنا أسيبها، قلت هاخدها أحطها في النص علشان ما تأثرش معايا، لأن أنا عاوزة أهم حاجة اللي هم تحت خالص دول يكونوا مستويين وتمام. أبدأ ألفها رول، وخلي بالك وانت بتلفيها رول لازم تلفيها في كل الاتجاهات، يعني تاخديها من اليمين ومن النص ومن الشمال، ما تقوليش ألفها من الحرف بس واسيب النص، لا، تنك لفيها واحدة واحدة كده، رول معاكي هتتلف في منتهى السهولة في منتهى الجمال زي ما انت شايفاها كده، مفيهاش أي مشكلة. هنا بس الحرف هبدأ أحط له سمنة عشان يروح قافل معايا على آخر جزء اللي هو اتعمل دوت، وبقت معايا اسطوانة هي ترول جميل جدا معاكي اهو، وطري وكله تمام. هحط رشة سمنة فوق عشان لما اجي اقطع ما يفرولش مني، دي خطوة مهمة جدا. ابدأ بقى ايه اشيل الطرف كده بالسكينة، مع اني انا برضو ما رميتوش، انا حطيته وسويته وكلته، ما تهدليش اي حاجة، محدش عارف البركة فين. هنا بقى هقطع رولات كده بسكينة، واحدة واحدة براحتك خالص، سكينة حامية، وابدأي هتمسكي القطعة بإيدك الشمال كده زي الفيديو، وبتروحي قاطعة بإيدك اليمين، وبتطلع معاكي بالشكل الاسطواني الجميل دوت، والحشوة في النص جوه، أروع ما يكون. شكل جديد بس يا جماعة مش أكتر، لا طعم الجلاش هيتغير ولا حاجة ولا يديني طعم مختلف ولا طعم جديد، هو طعم الجلاش العادي المحشي خالص عادي، بس شكل جديد بقى، احنا بنحب ننوع ونجدد، خاصة في رمضان، كل عام وأنتم بألف خير دايما يا رب. فحاجة جديدة اعتمديها بقى رمضان إن شاء الله تطلع بالشكل الجميل دوت، وسهلة وسريعة. وحاجة بقى رمضان كل عام وانتم بخير، بيحب الحلويات فاعتمديها لحلويات رمضان.
هنا بس لو لقيتي الطرف معاكي مش راضي يقفل كده او طرف جه ورقة طلعت كبيرة وورقة طلعت صغيرة، معلش حطي نقطة مية كده، انا حطيت نقطة مية بايدي واعمليها هتروح قافلة معاكي بالشكل الجميل ده. انا كده خلصتهم وحطيتهم في الصينيه خلاص. دوت النص التاني يا جماعه هحط برضو كل رقين، وهحشي ما بين كل رقين الحشوه بتاعتي. وعلى فكره هما يبانوا ان هما حبه صغيرين لكن ما شاء الله عملوا الجلاش كله. هحط هنا الحشوه كده، خلي بالك انا مش بحط كتير، لو حطيت كتير الطبقات هتفصل عن بعضها، فما تحطيش كتير، هو مجرد بيديني النكهه والطعم وخلاص على كده. لو واحده مقطوعه بقى كده حطيها في النص عشان تستخبى، ونحط الواحده التانيه وهكذا. نخلص بقى وهوريكم كمان لفة تانية اللي مش هيعرف يتمكن من اللفة الأولانية اللي أنا عملتها دي. خلصت بقى الكمية بتاعتي كلها اللي هي التانية دي، ورشة بقى سمنة في الآخر كده. هنحطها وبعدين هوريكم هتتلف ازاي. أنا مش متمكنة منها، هجيب بقى سكينة، هتجيبي اللي هي قطعة البيتزا أيا كان، هتقطعيها شرايح كده. ودي بصراحة كانت أسهل وأسرع معايا، الاتنين كانوا حلوين بس أنا حسيت ديت إن هي سريعة جدا عن التانية كمان. هنا حتى بعد ما لفيتها رول كده زي ما انتوا شايفين، حسيتها إن هي هتكون اسطوانة رفيعة وطويلة شوية عن التانيين. فجبت كده سكينة ورحت قطعاها نصين، وكانت جميلة برضو جدا ونفسها هياها ونفس الحجم وكل حاجة. شايفين هنا بالسكينة رحت قطعها اتنين اهو، فاداني اسطوانتين او اداني شكلين كده زي ما انتوا شايفين. طبعا اللي هي مش راضية تقفل دي انا حطيت عليها برضو نقطة مية كده وقفلتها من الحرف وحطيتها، وعملت معايا كمية ما شاء الله جميلة جدا وكتيرة ومش مهدلة اي حاجة خالص. انا حابة اقول بقى سواء قطعتيها يعني عملتيها اسطوانة كلها كبيرة على بعضها وقطعتيها، او قطعتيها بالطريقة ديت شرايح وعملتيها، ممكن ترجعي تقطعيها تاني وتخلي الاسطوانة رفيعة، ما تكونش تخينة قوي. كده ماشية وكده ماشية. بصوا ديت حجمها مثلا صغير ازاي، وديت مثلا اصغر منها، والاتنين مستويين والاتنين في منتهى الجمال. اتحطت على فرن هادي من تحت، ولما اتحمرت من تحت كده رحت مولعة الشواية، مفيش 3 4 دقايق وطلعت بالجمال ده. الشربات كوبايتين سكر على كوبايتين مية بياخدوا غلوتين، عصرة ليمون سيبيه دقيقتين وروحي قافلة، ويكون معاكي في منتهى الجمال ده. حطي له رشة فانيليا صغيرة عشان ريحة الحلويات بتاعتك تجيب لآخر الدنيا، وتفضل ريحتها موجودة كده زي الحلواني بالظبط وأحسن كمان. معذرة للحلوانية يعني، بس احنا بنحب دايما صنعة ايدينا اللي في البيت. شايفين بقى الاسطوانات أو الشكل أو الدايرة عاملة ازاي؟ ما شاء الله. وادي اللي طالع من نص كيلو في عزومة في رمضان، انتي حلويات هتحطيها وتحطيها في علبة وتروحي قافلة عليها وحطاها بقى، اللي يعوز حلويات بعد الفطار اتفضل الحلويات اهي وكله تمام. ارجو ان الوصفه تكون عجباكم وان شاء الله تجربوها عشان هي ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسونيش من اللايك والكومنتات الجميله اللي بتسعدني، واللي ما اشتركش عندي ينورني ويشترك عندي في القناه. ودمتم دايما يا رب بألف خير.